السلام عليكم. بعيدا بقى عن المقدمات والانترو اللي انا مش هعملها، انتوا عارفين الكلام. سبسكرايب واللايك. خلينا نتكلم في المهم دلوقتي. انا جاي بس اقول لك ان من قبل ما الماتش يبدا وان التشكيله والكلام اللي كان على ورق كل ده كان بيثبت لك ان هيحصل عك في الملعب. كولر النهارده عمل كل حاجه ضدنا مش لينا. من بعد الماتش اللي فات، من بعد الاداء اللي عمله عمر كمال في المركز الباك اليمين وخد ساعتها مان اوف ذا ماتش، الناس كلها قالت لك بس خلاص عمر كمال هيلعب باك يمين، واي حد مش مشكله كده كده يقعد لعمر كمال، بس هو ما يقعدش لحد. كلنا اتفقنا على الراي ده وخلاص تمام وكلام سليم، وكلنا بقينا هنثبت ان تشكيل اي حد بيتوقعه عمر كمال هيلعب باك يمين. تيجي انت تشوف عم كولر، ده انا كولر لازم انا افنن، لو ما فننتش ما بقاش انا. بعد ما كنت بقعد اغير بعد الدقيقه 70 و80 لازم انا افنن في التشكيل، الاقي نفسي بلعب بعمر كمال هاف. طب ليه؟ انا عايز افهم ليه. هو انا بقى غاوي عك، غاوي تفنين؟ العك ده مش هيفيدك، مره هتصيب معاك مره مش هتصيب معاك. انت ليه بتعمل كده؟ يعني ليه خلي عمر كمال يلعب هاف على الرغم ان انا كنت ممكن اخليه يلعب باك واجيب اي حد من الهافات اللي معاه في الفريق يلعب. بيرسي تاو الشحات مصابين تمام، عندك واحد زي كريم فؤاد انت ما رضيتش تضمه، ما اعرفش ليه. يعني كريم فؤاد ما اعرفش انت ما جبتوش ليه في ظل ان انت عندك اصابات في المركز دوت وخربت الدنيا معاك. هنقول ان الفريق كله 3/4 اصابات، ماشي مش بتكلم في كده، انا بتكلم بقى في التشكيل اللي ممكن يمشي مع اللعيبه اللي عندك. انت ليه ما جبتش كريم؟ وليه بادئ بموديست؟ يعني انت بادئ بموديست ليه؟ انا عايز افهم انت شايف ايه غير اللي احنا شايفينه في انطوني موديست؟ يعني انا من ساعه ما جه الاهلي ما شفتش موديست ده عمل حاجه. 3 كور عملهم سندهم اللي جاي من تحت عشان حجز عليهم وبتاع، خلاص موديست هيقعد يلعب عشان خاطر الكوره دي؟ طب افرض اللي بيجي له من تحت بيشوتش، يعني هفضل العب موديست عشان الكوره دي؟ انا مش فاهم. لو انت شايف حاجه في موديست غير اللي احنا شايفينها قول لنا ايوه انا بلعبه عشان خاطر كده، ولا انا بلعبه بقى عشان خاطر وكيل اعمالي هو اللي جايبه، فانا مش عايز اكد ان موديست صفقه وحشه. اقولها كده بصريح العباره، وده انا جايبه عشان خاطر وكيل اعمالي. اما موديست ما بيعملش حاجه. موديست مش مهاجم يلعب في الاهلي. هتقول لي كان مكسر الدنيا مع بروسيا وبتاع، يا عم ماشي، كل واحد وليه زمنه وليه فترته. كان مكسر الدنيا مع بروسيا، جه الاهلي ما عملش حاجه. جاب بطوله مش مشكله، بطوله جت خلاص، مش هيفضل بقى عشان خاطر البطوله دي هلعبه عمره كله معايا. هعمل له ايه؟ انا واحد من الجمهور عايز اكسب، انا عايز اشوف بطولات، عايز اشوف فريقي بيكسب. انا ليه مضطر ان انا اشوف موديست اللي بيعملش حاجه خالص؟ يعني انا عمري ما شفت موديست من ساعه ما جه الاهلي سرق مدافع زي ما سيف الدين الجزيري سرق رامي ربيعه كده، عمري ما شفته بيجري ويروح ينفرد بالجون وبتاع، مفيش. ليه بعمل كده؟ ليه بعك؟ ليه بقى النهارده برضو بادئ بطاهر محمد طاهر ومقعد رضا؟ ليه؟ هو اي عك والسلام لازم انا افنن في الكوره؟ ما ينفعش العب بعقليه انا واحد خلاص هحكم ظروف الماتش، خلاص الماتش مجرياته ماشيه كده هلعب كده، انا بلعب بكده، ده انا مضطر. خسرت يا جدعان، انا عامل اللي عليا بس مفيش لعيبه ومصابين 3/4 مصابين، وانا مضطر اعمل كده، فخلاص انا بلعب كده. عاجبكم بقى، انا ما عنديش حل تاني. هقول لك خلاص احنا معاك، تروح انت بادئ لي بطاهر ليه؟ نيدفيد بادئ بيه ليه؟ نيدفيد ده راجع كان باين موقوف معاك مصاب، انت مرجع نيدفيد ليه؟ كان مصاب ما بداتش بالسوليه ليه؟ انت كنت سايب اسمه ده كوكا على الدايره لوحده. غير كل ده وكل ده كوم رامي ربيعه. يعني خلاص احنا اتكلمنا بقى عن كل اخطاء كولر اللي عملها، وغير اللي انت في الشوط الاول ما لحقتش نفسك وما رضيتش تغير غير بعد ما اتاخرت. ولولا ما اتاخرت في الشوط الاول كنت هتسيب التشكيله لغايه الدقيقه 70 زي ما انت بتعمل. ما رضيتش بقى انت تغير غير لما اتاخرت. فبدات الشوط الثاني رحت تنزل بقى كل اللي احنا كنا متوقعينه، تنزل وسام وتنزل رضا وتنزل عمرو السوليه. كل ده انت عملته بس بعد ما اتاخرت، ما عملتوش من دماغك. من اول ما شفت لا ده مش ماشيه كده، اللي انا عامله ده عك. لا انا ما ينفعش اعترف ان ده عك بيحصل في الملعب. لا كل دوت لو انا عامل كده ما ينفعش، لازم انا اعترف بكلام اللي انا عامله. فانت غيرت لما عرفت ان انت بتعك. سيبنا بقى من كولر، تعال نتكلم عن كابتن النادي الاهلي رامي ربيعه. رامي ربيعه المدافع، انا مش عايز اقول الكلام، انا قلت كلام مش هينفع اقوله، يعني المدافع السرحان تمام. كابتن النادي الاهلي، انا اول مره اشوف كابتن بيسرح. اتخطف كوره من زيزو كانت هتلبسنا جول، ولولا معرفش حط رجله بقى وزيزو اتصاب، يعني القدر وقف معاك فالكوره ما دخلتش، الكوره ما مشيتش تمام. يجي بعديها سيف الدين الجزيري بيجري من بينك تتحسب اوفسايد، تيجي من خلاص انا بتلعب عليا اللعبه دي، انا لازم اكون مصحصح يا عم.
هو انا كل مره لازم تلعب عليا وانا ما اخلوش يقف في الاوفسايد؟ خلاص عرفت اللعبه، اطلع قدام انت بخط الدفاع، ركز قول لعب منعم الكره تلعب كذا، خليني انا قدام والكره تتلعب زي ما عايز تتلعب. لكن ما افضلش بقى انا سرحان واروح مخطوف بكوره من سيف الدين الجزيري، شوبير يصدها ترجع لسيف يحطها ببطن رجله. انت الكره قدامك يا كابتن فريق النادي الاهلي، الكره قدامك بتمد لها رجلك، رغم ان انت لو عملت تاكلينج انت خرجت الكوره وصححت غلط انت سرحان فيه والمدافع المهاجم خاطفك. يعني انت لو عملت تاكلينج انت خرجت الكوره، خلاص هنقول صلح غلطه. لكن انت ككابتن فريق مش بتلعب بروح الفانيلا، مش عايز ترمي نفسك على الكوره، طلع الكوره برجلك، فلا اسمح لي اقول لك ان ده تهريج. هو مش تهريج، هو حاجه تانية، بس انا مش متعود ان انا اقول كلام فهمته. ده اسمه والله ما عارف اقول ايه، يعني مش عارف، انا ماسك لساني على قد ما اقدر. بس اللي انت عملته رجعت مدي رجلك على الكوره والكوره قدامك ما تطلعهاش بتاكلينج. يا عم طب اقول لك، شوف اكرم توفيق، اكرم توفيق في مره قال لك انا لو حد رايح على الجون الكوره داخله على الجون انا ممكن افجر نفسي. بيلعب برجوله. انت ليه يعني مكسوف تعمل تاكلينج يطلع الكوره بتمدي رجلك؟ مد رجلك هتعمل ايه؟ انا فضى بيا الامر، انا زهقت. انت يعني عايز افهم كميه السرحان اللي انت سرحانه ده ليه؟ سرحان كوره من زيزو بعد كده سيف الدين الجزيري وعمال تغلط وباصات غلط. ليه؟ انت بتعمل ايه يا عم؟ وعبد المنعم اللي الغرور قتله بطريقه مستحيل يعني حد يوصفها. من منطقه 18 بلعب كوره لمعلول، ما لعبهالوش على الارض، لعبها له تشيب. انا الغرور وصل بيه لغايه فين؟ دفاع النادي الاهلي على الدغري كده، دفاع النادي الاهلي لازم يتشد شده حلو. واحد زي عبد المنعم ده اجيبه اقعده على الدكه ماتشين ثلاثه يعرف ان الله حق، بعد كده ارجعه الملعب تاني عشان ارجعه يعمل اللي انا عايزه. تمام؟ مش اللي هو عايز يعمله. لازم انا اشد الدفاع، بالذات عبد المنعم لازم يتشد وفي ناس تتكلم معاها. احنا ديك عرفت ان ياسر ابراهيم لما كان مصاب الدنيا عندك خربانه. خسرنا الماتش ماشي، كلنا كنا متوقعين ان احنا ممكن نخسر الماتش عشان خاطر الاصابات اللي كانت حاصله وكل حاجه. من قبل الماتش بنقول الاهلي هيخسر، بس نخسر عادي مش بالاداء ده. انت جوميز الماتشين اللي لعبهم قدامك يا عم كولر هو اللي كان بمعنى صح كده حطك تحت دراعه، يعني هو اللي بيلعب عليك كوره، هو اللي بيمسك كوره، هو اللي مشكل خطوره عليك. انت ما بتعملش حاجه. الماتش اللي فات انت قدرت تكسب عشان كان عندك ناس قدرت تخطف جونين كده، لكن الماتش ده ما مشيتش معاك عشان مش كل مره بتيجي، فديك خسرت.